السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاذ. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم ورمضان خلص والعيد خلص. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وما تكونوش اكتئبتوا الفترة اللي فاتت. زي عمر كتب لي كومنت بيقول لي ليه شعر ايدينا بيقف لما نبرد، فأنا جاي في الفيديو ده أقول لكم ليه شعر ايدينا بيقف لما يبرد. لو عندكم سؤال اسألوه، ولو حابين نتكلم في موضوع معين قولوا لي برضه، وما تنساش تتابعني. ليه شعر ايدينا بيقف لما الجو يبرد؟ ومش شعر الايد بس، شعر الجسم كله بيقف لما الجو يبرد. الموضوع بسيط واجابته ابسط مما تتخيل. شعر الجسم مش بيقف في البرد بس، شعر الجسم بيقف لما يحصل له مشاعر قويه زي انبهار او خوف او توتر او فرح، وبتحصل لا ارادي. كمان دي ما بتحصلش مع البشر بس، دي بتحصل كمان مع الحيوانات. مبدئيا ليه ربنا اصلا خلى في جسمنا شعر؟ الشعر في الجسم ليه فوائد كتير جدا، منها الحمايه والتنظيم الحراري والزينه زي شعر الراس والدقن. فوائد زي الرموش والحاجب، تنظيم الحراره في باقي شعر الجسم. الحاجب بيحميك من العرق وبيحميك من الميه اللي بتنزل على دماغك او ان حاجه توصل لعينك. نفس الكلام الرموش بتحميك من الاتربه. كمان شعر الرمش اشبه بمتحسسات، لما جسم يقرب منه او حشره تقرب منه او اي حاجه تقرب من العين بتقفل تلقائي، والرمش بيحميك من الحاجه دي. كمان في جانب تاني بيقول ان في بعض الدراسات بتشير ان الرموش بتشتغل كمرشحات للهواء وبتقلل من تبخر الدموع بنسبه 50%، وده بيخلي عينك رطبه بشكل اكتر. كمان عموما الشعر ده بيحمي الجسم ضد الاوساخ، بيشتغل كعامل فيزيائي كده بحيث ان الجراثيم والاشعه البنفسجيه ضاره جسمك ما يتاثرش بيهم. كمان بيقلل الاحتكاك بين الجلد والجلد. انت مثلا لو في جلدين مفهومش شعر هيحتكوا ببعض، الموضوع مش هيبقى مريح، فالشعر بيقلل الاحتكاك ده. كمان بيساعد على امتصاص العرق. شعر الابط والعانه بيساعدوا في ان هم يمتصوا الزيوت والعرق، وده بيقلل من الرطوبه والاحتكاك او الالتهابات عامه. كمان الزينه في الوش، الشعر والحواجب والرموش والدقن زي ما قلنا من شويه. ومعلومه برضو ان ازاله شعر الحاجب حرام، وانك تحلق دقنك حرام، انما باقي الجسم فهو مش حرام. طب احنا عرفنا كل حاجه عن الشعر، غير ان ليه الشعر بيقف اصلا لما الجو يبرد؟ لما الجو يبرد او لما تحس بتوتر او خوف، في هرمونات بتتفرز في جسمك، والمخ بيبعت اشارات لجسمك، فالهرمونات ديت هي اللي بتوقف الشعر. زي انك لو خايف، هرمون الادرينالين بيتفرز بجسمك بكميه كبيره، فالهرمونات ديت هي اللي بتخلي شعرك يقف، مش البرد بس. البرد عامل ان الهرمونات ديت بتتفرز في جسمك. لما الهرمونات دي بتتفرز بتأثر على جسمك وبتأثر على العضلات اللي في جسمك. فأول سبب من إن الشعر يقف لما جسمك يبرد هو انقباض العضلات اللي ماسكة في بوصيلات الشعر ذات نفسه. كل شعراية في جسمك مربوطة بعضلة مجهرية اسمها العضلة الموقفة للشعر. أيوه هي اسمها كده، أو أراكتور بيلي، مش عارف نطقت الاسم صح ولا لأ. لما تبرد الجهاز العصبي بيبعت إشارات للعضلات عشان تتقبض، وده اللي بيخلي الشعر يقف ويظهر نتوءات بسيطه كده، اللي هي الحاجات لما تيجي تحسس على ايدك مثلا تحس ان في حبوب في ايدك او ايدك مش ناعمه. طب هو ليه ده بيحصل؟ بيحصل عشان يحبس الحراره. تقول لي ازاي بيحبس الحراره؟ دي وسيله دفاعيه قديمه، الهدف منها انها تحبس طبقه من الهواء الدافي بين الشعر. مثلا ده شعرك، فانت شعرك وقف، ففي طبقه من الهواء الدافيه اتحبست هنا عشان تحمي جسمك من ان هو يبرد، او تحمي جسمك من البرد عموما، عشان تعزلك عن الجو البارد وتحافظ على حراره جسمك. زي ما قلت لك ان لما بنخاف او بنهرب من حاجه، الجسم بيفرز هرمون الادرينالين، والهرمون ده بيحفز نفس العضلات دي. عشان كده شعر الجسم بيقف في مواقف كتير، مش في البرد بس. الموضوع ده عند الحيوانات برضه، اللي عندها فرو كثيف هتلاقي شعرها بيقف لما بيخافوا او بيواجهوا حاجه عشان يخوفوا الفريسه اللي قدامهم. زي القطط، ابسط مثال، اكيد شفت قطه وهي ماشيه ظهرها مرفوع وشعرها واقف. ده برضه نفس السبب اللي بيخلي شعر الايد يقف او شعر جسم الانسان يقف عامه. طب ايه هي العضله الموقفه للشعر دي؟ قلنا ان هي عضله ملساء دقيقه وبتتحرك لا اراديا، مرتبطه ببصيلات الشعر. طب انت بتقول لي ازاي العضلات دي بتوقف الشعر؟ هقول لك مثال دلوقتي. عندك مثلا المسواك ده، ودي العضلات الموقفه للشعر. فالعضلات بتبقى مرتخيه، لما بيحصل حاجه او بيتفرز هرمون في جسمك، العضلات دي بتتقبض في وقت خوف او برد، فانت لما العضلات دي تتقبض الشعر هيقف. ولما جسمك يرجع لحالته الطبيعيه العضلات دي بترتخي، فهتلاقي الشعر بيرجع لطبيعته تاني. فهمت؟ وبيحصل نتوءات في جسمك، النتوءات ديت اسمها جلد الوز المعروف عنها يعني، ودي برضه هدفها ان هي تحبس الحراره او تحبس الهواء عشان تدفي جسمك وبتعزلك عن الحراره، تعزلك عن البرد قصدي مش الحراره. او كمان ممكن جسمك يفرز دهون، وده كله بيتحكم في الجهاز العصبي. لما العضلات دي بتتقبض بتسحب جريب الشعر عشان يبقى عمودي، وده بيرفع الجلد المحيط بيه. قلنا وظيفتها اللي هو العزل الحراري والدفاع عن النفس او عن جسمك، او افراز الدهون. ده بيسهل افراز الدهون في جسمك، وبيساعد ان الجسم يفرز دهون عشان يحافظ على نفسه. طب ايه هو الجريب ده او الجرايب ده؟ دي عباره عن حزمه صغيره من الياف العضلات، موجوده في القدمه، وبتنشا من غمد النسيج الضام لبصيله الشعر، بتعدي تحت الغده الدهنيه، تبقى متوصله بالطبقه الحليميه من القدمه.
لما العضلات دي بتنقبض بتسحب الشعر لفوق، تضغط على الغدة الدهنية، وده بيساعد في افراز زيت البشرة على سطح الجلد. ده يا جماعه كلام طب وانا ذات نفسي مش فاهمه، بس هو العضله بتبقى بنفس المثال اللي شرحته لك من شويه، خلاص الكلام ده يعني. فانت لو مهتم يعني ممكن تروح تبحث اكتر عن الحاجات اللي اتكلمت عنها دي. غير بقى ان الشعر يقف كده، عرفنا الشعر بيقف ليه وايه الاسباب اللي بتخلي الشعر يقف، بس في اسباب تانية ووظائف تانية بيعملها الجلد عشان يحمينا من البرد. اول حاجه تضييق الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه او العروق الصغيره اللي بتبقى على سطح الجلد ديت لما جسمك بيبرد بتضيق ليه عشان تقلل كميه الدم اللي بتوصل للجسم، وده بيخلي الجسم يفقد حراره اقل للجو اللي بره، والدم الدافي بيتحفظ جوه في الاعضاء المهمه. تاني سبب تغيير لون الجلد، ده نتيجته ان الدم بيبعد عن السطح، هتلاقي جلدك بقى شاحب بلونه ابيض كده، او اطراف ايدك بقت لونها ابيض، واحيانا بيميل للون الازرق بحاجه بسيطه في الشفايف او في الضوافر برضه، وده بيحصل عشان يوفر الدفء للقلب والرئتين. اقول لك حاجه في السريع، تعرف ان الجو الساقع بزياده بيلسع وبيحرق زي النور عادي. يعني ايدك لو حطيت عليها تلجايه او حطيتها في التلج لفتره طويله ايدك هتتحرق، يعني مش النار بس اللي بتحرق الايد. دي معلومه اكتشفتها من قريب بصراحه، يمكن انت ما تكونش عارفها. ثالث سبب هو ان جسمك يرتعش. الجلد بيبعت اشارات للمخ ان الجو ساقع، فالمخ بيبعت اشارات للعضلات بان هي بتهتز ليه بقى؟ عشان الحركه بتولد طاقه، فالطاقه ديت بتساعد ان حراره جسمك تقل، فالرعشه اللي بتحصل لك في البرد ديت هي بتحافظ على جسمك. رابع سبب تقليل افراز العرق. الجسم بيقلل افراز العرق عشان يحافظ على رطوبه وحراره الجسم، لان تبخر العرق وظيفته اصلا تبريد الجسم، ودي طبعا مش محتاجينها في البرد، دي اخر حاجه محتاجينها في البرد. خامس سبب والاخير الطبقه الدهنيه. الجسم بيحتوي على طبقه دهون تحت السطح بتشتغل زي عازل حراري، عشان كده هتلاقي الناس اللي جسمها مليان ما بتسقعش زي الناس الرفيعه، وهتلاقيهم بيتحروا اكتر. وممكن انت تكون قاعد في مكان سقعان جدا، نفس الشخص قاعد في نفس المكان بس جسمه مليان شويه تلاقيه بيقول في الجو حر، فده بيبقى بسبب الدهون، ده بيبقى عامل زي الجاكيت كده عليهم. فبكده عرفنا ليه شعر ايدينا بيقف ازاي، والاسباب اللي بتخليه يحصل له الحركه دي. فبس يا ريس ده فيديو النهارده، لو عندك سؤال او عايز تعرف حاجه اكتبها لي تحت في الكومنتات، ولو في معلومه ناقصه في الفيديو قولها لي تحت برضه. وبس يا سيدي ده فيديو النهارده، وما تنساش تتابعني. السلام عليكم.